السلحفة دي الغواصين بيساعدوها وبيشيلوا البرانكز اللي عليها، اللي هي الكائنات اللي بتلزق في جسمها، ولما الغواص يبدأ يشيلهم السلحفة بتحس بكده، معنى كده إن ضهرها ممكن يحس بالألم. في الحقيقة الصدفة بتاعت السلحفة متوصلة بجهازها العصبي، يعني بتحس بأي لمسة حتى لو كانت خفيفة جدا. البرانكز دي بتقعد لازقة في نفس المكان طول عمرها، وبتفرز صمغ قوي جدا عشان تمسك نفسها كويس في جسم السلحفة، فلما حد يحاول يشيلها ده ممكن يكون مؤلم جدا للسلحفة، خصوصا لو كانوا كتير، لأنهم بيبطئوا حركتها جدا وممكن في الآخر تموت بسبب كده. الأغرب بقى إن البرانكس دي عندها عضو تناسلي طوله أكتر من 8 مرات من طول جسمها، ده بيساعدها توصل لبرانكس تاني حواليها عشان تتكاثر بسرعة، ولو ما لقيتش حد بتقدر تخصب نفسها لوحدها. البرانكس كمان بتحب تلزق في قاع السفن، ولما عددهم بيزيد بيزودوا مقاومة المية وبيخلوا السفينة تبطأ وتستهلك وقود أكتر. عشان كده الخسائر اللي بتسببها البرانكس في مجال الشحن بتوصل لمليارات الدولارات سنويا، وبيعتبروها أكتر كائن مكروه في الصناعة دي. عشان كده وعيالك بيلعبوا بالسلحفة لازم تفهمهم إن السلحفة بتحس من ظهرها زي أي جزء تاني من جسمها. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.